سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا. إليكم نشرة الأخبار لهذا المساء التي أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم وأبرز العناوين. ارتفاع الإنتاج الزراعي في حقات، بحث عن شطب لجنة تمكين المرأة في الأقاليم، نمو القطاع النباتي في الإقليم الجنوبي، نيجر تعلق بث شبكة BBC وتتهمها بنشر أخبار كاذبة، أمريكا تنجح في اختبار صاروخ فرد صوتي، وبرلمان كوريا الجنوبية يقرر عزل الرئيس. إلى التفاصيل. أفاد مكتب التنمية الاقتصادية في مديرية حقات بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا العام والبرامج الفعالة للحفاظ على المياه والتربة أسهمت في ارتفاع الإنتاج الزراعي في المديرية. وأوضح مسؤول المكتب السيد عام مالو لوكالة الأنباء أن أمطار غزيرة هطلت على جميع إدارات الضواحي هذا العام، وأشار إلى زراعة 17,000 هكتار و800 هكتار هذا العام بالطرق التقليدية والحديثة بالدخن والذرة والبقوليات والفول. وذكر القيام بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه، حيث تم بناء الحواجز المائية والمدرجات الحوضية في مساحات كبيرة، وبناء السدود في تيلو وحشيشاي للتخفيف من مشكلة مياه الشرب الصالحة للإنسان والماشية وتنمية المياه الجوفية. أوضح المزارعون أن جهودهم لجني محصول وفير كانت ناجحة لقذارة الأمطار. ناقش الاتحاد الوطني للمرأة في الاجتماع الذي عقده في 13 من ديسمبر في أسمرة تقرير تنفيذ برنامج لجنة تنمية المرأة على مستوى الأقاليم. وبحث الاجتماع بتوسع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية المنفذة عام 2024 بهدف التطور الشامل للمرأة والمميزات والتحديات التي صاحبت العمل. وقالت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسفى ميكائيل أن اللجنة قامت بعمل ناجح في الأقاليم، وذكرت على الاستمرارية عام 2025 بتنسيق أكبر مع الشركاء. وثمنت السيدة بأن مشاركة الإدارات في كافة برامج الاتحاد، وقالت أنه سيتم العمل على توسيع الجهات الشريكة مع الأخذ في الاعتبار تحديات وقدرات الاتحاد. وأوصى الاجتماع على الحفاظ على التجارب المكتسبة والقيام ببرامج مراقبة ومتابعة للبرامج، وإصدار إعلان قانوني يعاقب زواج القاصرات، وإيلاء اهتمام خاص لرياض الأطفال في مكان العمل، وإشراك الجهات المعنية في قضايا المرأة، والقيام بحملة توعوية للمرأة والمجتمع عامة. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية بأن توسيع أنشطة التشجير والحماية أسهمت في نمو القطاع النباتي في الإقليم الجنوبي. وأوضح مسؤول السلطة السيد جبر ميكائيل برهل وكالة الأنباء زرع أكثر من 2,000,000 شجرة هذا العام بالطلاب والأفراد وعمال المؤسسات الحكومية والشعب عامة، وبلغت نسبة النمو 87%. وأشار إلى إقامة المحميات في 12 مديرية لدورها في إنماء الحياة البرية. وذكر مسؤول حراسة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي النقيب جزائي قلاب أن زيادة القدرات البشرية العاملة في الحراسة وارتفاع الوعي الشعبي ساعد في الحد من قطع الأشجار، وبدأ القطاع النباتي يعود في الأراضي المجدبة. وأوضح اتخاذ الإجراءات العقابية ضد مرتكبي القطع الجائر للأشجار. قام مكتب القانون والنظام في مديرية شعب بالتخلص من مواد استهلاكية منتهية الصلاحية تقدر قيمتها بحوالي 110,000 نقفة.
أوضح السيد محمد إدريس من المكتب أن المواد الاستهلاكية ضبطت بتعاون الشرطة ومكتب الصحة نتيجة أعمال المراقبة المنتظمة في المتاجر. وناشد المواطنين قراءة مدة الصلاحية عند الشراء وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود انتهاكات انتهاء الصلاحية. سجل العداؤون الإريتريون نتائج مبهرة في ماراثون أبو ظبي 2024 المنظم اليوم 14 من ديسمبر. وحققت العداء الإريترية دولشي تسفو المركز الثاني في فئة السيدات بزمن قدره 2:23 و47 ثانية في السباق الجاري للمرة السادسة. وفي فئة الرجال احتل أفرق برهان المركز السابع بزمن 2:08 و57 ثانية. ويشارك حوالي 9 عداؤون إريتريين في منافسات العدو التي تنظم يومي السبت والأحد في إسبانيا وتايوان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها. السادة والسيدات، إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. علق المجلس العسكري الحاكم في النيجر بث شبكة BBC لمدة 3 أشهر بسبب تغطياتها لهجوم متطرف قتل فيه العشرات من الجنود والمدنيين النيجريين بحسب ما أفادت السلطات. وقال وزير الاتصالات راليو سيدي محمد في رسائل إلى محطات الإذاعة التي تعيد بث برامج BBC أن التي تبث BBC معلومات كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار السلم الاجتماعي وتقوية معنويات القوات. وطالب المحطات بإيقاف برامج BBC بشكل فوري. بدورها قالت BBC أنها لن تعقب على تعليق بثها. يشار إلى أن برامج BBC الشهيرة بما في ذلك تلك التي تعرض بلغة الهوسة اللغة الأكثر تحدثا في النيجر يجري بثها في البلد الأفريقي عبر شركاء إذاعيين محليين للوصول إلى جمهور واسع في المنطقة. نجح الجيش الأمريكي في اختبار صاروخ فرط صوتي في ولاية فلوريدا بجنوب غرب البلاد حسب ما أفادت الدفاع الأمريكية في بيان لها. وحسب البيان فقد أجرى الجيش والبحرية الأمريكيان بنجاح مؤخرا اختبارا شاملا لصاروخ تقليدي فرط صوتي أطلق من قاعدة القوات الفضائية الأمريكية في كيب كانافيرال في فلوريدا. ولم يحدد البنتاغون تاريخ الاختبار، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا الاختبار هو الناجح من الثاني من نوعه هذا العام. وصف وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو عملية الإطلاق في فلوريدا بأنها معلم مهم في تطوير أحد أنظمة الأسلحة الأكثر تقدما المتوفرة لدى واشنطن. صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية. وصوت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع 3 نواب عن التصويت وأبطلت 8 بطاقة تصويت وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيس السابق بارك كون هي في عام 2017. وتم إلقاء المقترح الأول لعزل يون يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطع معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون للتصويت وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. مددت الولايات المتحدة الأمريكية والصين ل5 أعوام اتفاقا معدلا للتعاون العلمي والتكنولوجي بين القوتين المتنافستين وفقا لما أعلنته واشنطن، وذلك رغم تعرض الاتفاق لانتقادات نواب جمهوريين اعتبروا أنه يصب في صالح بكين. ويأتي التوقيع على خلفية جهود لضمان الاستقرار في العلاقات بين واشنطن وبكين قبل بضعة أسابيع من تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه على وقع تهديده الصين بحرب تجارية جديدة.
ويعود الاتفاق بين الحكومتين إلى العام 1979، وانتهت مفاعيله بعدما مدد كل مرة ل5 أعوام طوال عقود. وتم التمديد الأخير في 2018 خلال الولاية الأولى لترامب في البيت الأبيض. سيداتي سادتي، ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. ارتفاع الإنتاج الزراعي في حكات. بحث أنشطة لتمكين المرأة في الأقاليم. نمو القطاع النباتي في الإقليم الجنوبي. النيجر تعلق بث شبكة BBC. أمريكا تنجح في اختبار صاروخ فرد صوتي. وبرلمان كوريا الجنوبية يقرر عزل الرئيس. حتى جديد اللقيا، أتقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.